الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا وأهلا وسهلا بك. حياكم الله، بارك الله فيكم. حياكم الله شيخنا نستكمل السلسلة في أعمال القلوب، وبإذن الله اليوم موضوعنا عن الرجاء. وكما قيل في الرجاء أنه ضروري للسائر إلى الله، والعابد لربه لو فارقه لحظة تلف أو كاد أن يتلف. بداية شيخنا، ما هي أو ما هو الرجاء؟ تعريف الرجاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول فيه عن ربه جل جلاله: يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أي بمعنى أن الإنسان ما دام أنه يدعو الله ويرجو الله، هنا حتة الرجاء إذا نستشهد ورجوتني. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم عن الله تعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. هذه من الأحاديث القدسية العظيمة التي تحمل على الرجاء. كما تفضلت، ما هو الرجاء؟ ما هو الرجاء؟ الرجاء في اللغة هو الأمل، الشخص الذي يرجو شيء أي يؤمل. في اللغة تعني الأمل، وتعني كذلك الأنحاء أي الأطراف، الأرجاء. فنقول أرجاء السماوات، أرجاء الأرض، أرجاء، هذه تعني الأطراف. وفيها أيضا فكرة الاتساع، أو تلاحظ هي الذهاب من منطقة الوسط إلى أن تتسع بك الأحوال لتذهب إلى أرجائها، البراحة. وفيها أيضا معنى التأخير، ترجي من تشاء. ومن معنى التأخير أيضا سمي المرجئة مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. أخروا العمل عن مسمى الإيمان. هذا من حيث اللغة. حيث اللغة هو الأمل. وفي اللغة أيضا كلمة رجاء تحمل معنيين، يعني كما يقال هي من ألفاظ الأضداد، يعني أحيانا تعني الرجاء، تعني الأمل، وأحيانا تعني الخوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمسألة الرجاء فيها الأمل، وفيها أيضا مصحوب بالخوف، مصحوب بالخوف. أما من حيث الاصطلاح هو عبارة عن أمل يحدو الإنسان من خلال تعلقه بربه وخالقه ومولاه جل الله في حصول كل مطلوب يرغب فيه ودفع كل مكروه يخشاه. باختصار هذه تعني موضوع الرجاء. فهو يعني يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى ويؤمل فيما عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي قلبه دوما متشوف نحو الآخرة، قلبه متشوف فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهو في شوق دائم ومستمر في أن يحقق الله ما يريد.
هذا على المستوى الأخروي، فما كثير منا الآن يرجو ما عند الله، يرجو الله والدار الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه، فنحن نرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا كثير منا يرجو في دنياه، فمنا من يرجو أن يرزق مالا، ومنا من يرجو أن يرزق وظيفة، ومنا من يرجو أن يرزق امرأة صالحة، ومنا على كل، الكل في هذه الدنيا يرجو. فالرجاء ليس متعلقا بالآخرة فقط، إنما متعلق بالدنيا كذلك. في الدنيا حسنة، وفي كلا الأمرين، أيوة، وفي كلا الأمرين مطالب العبد ألا يكون يائسا، فلا التقاء بين الرجاء واليأس. اليائس والقانط من الله، القانط من رحمة الله. وجاءت في كتاب الله سبحانه في موطن دنيوي، وهو يوسف، وهو عندما كان يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله. فهو يبحث عن ابنه ويقول لهم: لا تقطعوا الأمل في أن يوسف موجود، يعني ربما يكون موجودا، فنؤمل في الله ونؤمل فيما عند الله سبحانه. فالرجاء قد يكون في أمر دنيوي، يثق الإنسان بربه في أمر دنيوي، صحيح. أن الله يحقق مراده ويحقق مقصوده. وقد يكون مريضا فيرجو الله الشفاء، وقد يكون فقيرا فيرجو الله الغنى، وقد يكون مشتت الشمل فيرجو الله أن يجمع شمله، وقد يكون بعيدا عن دياره فيرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى دياره. وطبعا حاجة الشعب الإريتري واسعة في الرجاء إلى العودة إلى ديارنا. هذه طبعا مسألة التفرق وكذا. فالشاهد أن مسألة الرجاء هو الأمل، وهو التوق والشوق إلى أمر محبوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققه. وبالتالي لو عرفناه بنقيضه، فالرجاء نقيضه اليأس، نقيضه القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. من الحديث شيخنا من كلامك كأني استشفيت أنه ممكن يكون في خيوط ربط بين الرجاء والتمني. إيش وكيف ممكن نفرق ما بين الرجاء والتمني؟ نعم، هو موضوع التمني في اللغة طبعا نحن نقول ليت للتمني ولعل للترجي، هكذا يقول أهل اللغة. فليت دائما في المستحيلات أو الأشياء غير الممكنة الصعبة. ألا ليت الشباب يعود، يعني أمر خلاص ما حيعود أصلا، ذهب. أي ذهب. لكن لعل الله يفعل كذا، لعل كذا، فلعل فيها الترجي، فيها إمكانية حصول الشيء. هذا من حيث اللغة، يعني دائما تستخدم لعل في الرجاء وليت في التمني. الأمر الذي لا يمكن حدوثه ووقوعه تقول ليت يكون، ليت الشباب يعود يوم فأخبره ما صنع المشيب. فهذا جانب. لكن من حيث الموقف الشرعي في قضية الأمنيات، قضية الأماني، قضية الترجي أو الرجاء. أولا الرجاء سبحان الله في كتاب الله سبحانه وتعالى ورد كلمة رجاء 28 مرة. المعنى الذي نتكلم فيه نحن الآن يمكن ورد 23 مرة في كتاب الله، بمعنى مضارع وبمعنى كذلك الاسم وغيره. من خلال الوقوف على هذه المعاني كلها تلاحظ بأن معنى الترجي مصحوب دائما بعمل، يعني ليس أمرا ترسله إرسالا كرغبات نفسية وشهوات خاصة أو رغبة خاصة، لا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لاحظ فيها مصحوب بعمل وهجرة وجهاد، يرجون رحمة الله، أفضل الأعمال. أيوة. فالله سبحانه وتعالى يذكر أن هنالك رجاء مصحوب بالعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تلاحظ أن الرجاء مرتبط دائما بالأعمال الصالحة. الأمنيات هي تمني. الشخص كسلان، يعني الرجاء مرتبط بالعمل، والتمني مرتبط بالكسل، مرتبط بعدم العمل، مرتبط بإرسال الرغبات. الله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالقضية ليست أماني، قضية فمثلا اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، أمنيات. نحن شعب الله المختار، نحن أفضل الناس، نحن خير الناس، نحن كذا، نحن آل البيت، نحن كذا. هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم قطع دابرها. يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله يا كذا.
يحذر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوني بأنسابكم ويأتي الناس بالأعمال وكذا. فالشاهد هنا مسألة الأماني هو أن الإنسان يتعلق بثقة زائدة من غير عمل، يثق بالله، يقول لك أنا أثق بالله. ولذلك ذم الحسن البصري هذا النوع من الناس، قالوا نحسن الظن بالله، يقول قالوا نحسن الظن، قال كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، أحسنوا الظن أحسن العمل. ولذلك قال أيضا: ليس الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالشاهد هنا أن الرجاء مصحوب بالأعمال، فالشخص يعمل ثم يرجو قبول العمل من الله، الشخص يجتهد ثم يسأل الله أن يبارك في جهده، وهكذا. وحتى في أعمالنا الدنيوية نحن نزرع ثم ننتظر بعد ذلك أن تثمر هذه الزراعة، نحن ننظف المزارع حتى تكون أحسن جودة. نحن نتزوج ثم نرجو بعد ذلك أن يرزقنا الله أبناء. فإذا كان هذا في الشأن الدنيوي، كذلك في الشأن الأخروي، فإن الإنسان الذي يريد جنة الله سبحانه وتعالى ويريد رضوانه ويريد مغفرته فإنه لا بد أن يعمل. أما مسألة الأمنيات هذه ليس مما يدخل على كل في باب الرجاء، بل هذا من الأنواع المذمومة كما إن شاء الله سنأتي إليه. بارك الله فيك شيخنا. قبل شيخنا ما نخش في الموضوع ونخش في التفاصيل، خلينا نربط شيخنا بين الرجاء كموضوع وبين الموضوع الشامل والكبير اللي هو أعمال القلوب. كيف ممكن نربط الرجاء بأعمال القلوب؟ الرجاء هو من أعمال القلوب بطبيعة الحال، الرجاء من أعمال القلوب. عندنا موضوع المحبة، وعندنا موضوع الرجاء، وعندنا موضوع الخوف. ابن القيم عليه رحمة الله يشبه الإنسان السائر إلى الله سبحانه وتعالى يقول كطائر، نعم كطائر له جناحان وله رأس، فرأسه المحبة. المحبة تشد الإنسان إلى التوق والشوق للمحبوب، صحيح، فهي تجر. وكلما ازدادت المحبة كلما ازدادت السرعة، وكلما ازدادت القوة، وكلما ازدادت اختصار المسافات، وكلما ازداد الجهد. على قدر المحبة زاد العزم. أيوة. والجناحان هما الخوف والرجاء. فقالوا لا بد في الخوف والرجاء من توازن، فإذا توازن الجناحان طار الطائر. العمود الفقري. نعم، مع وجود الرأس اللي هو المحبة، إذا توازن، حصل توازن بين الخوف والرجاء، طار الطائر. وإذا اختل أحدهما كان الاختلال في الطيران بمستوى الاختلال في أحد الجناحين. وإن تعطل الجناحان كان في حكم الميت، لا يستطيع أن يطير، سقط ومات، يعني يمكن أن يسقط أو يموت. فنحن أيضا نقول الرجاء كلما كان الإنسان أرجى لربه، وكلما كان تزداد ثقته في الله سبحانه وتعالى، كلما أدى ذلك إلى أن يعمل، إلى أن يجتهد، إلى أن يبذل، يعني لا يركن مع الرجاء، لا يركن مع الرجاء. فدائما مع الرجاء تجد إذا رأيت الرجل يجتهد في الأعمال فاعلم أنه يرجو الله. كلما اجتهد في الأعمال فإن هذا يرجو الله والدار الآخرة. أمور مكملة. الذي قطع والعياذ بالله، قطع الأمل في الله أو قطع الأمل في الدار الآخرة والعياذ بالله، هذا تجده دائما بعيد عن الأعمال الخيرة، ودائما تجده منغمس في الأعمال السيئة وأعمال فالرجاء له علاقة على كل قلبية، وتثمر بطبيعة الحال، تثمر أعمالا كثيرة جدا للإنسان. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى أو نتعمق قليلا في موضوع الرجاء، وخلينا نتكلم شيخنا في العوامل، عوامل تحقيق الرجاء. يعني كيف يرجو الإنسان، أو ما هي العوامل التي تساعدنا على أن نرجو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني أعظم شيء الإنسان على كل يرجو الله سبحانه وتعالى به هو معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته جل الله. جل الله جل. وما قدر الله حق قدره. يعني كلما استطعت أن تتعمق في معرفة الله، وتتعمق في المعرفة من خلال الأسماء والصفات، من خلال الآلاء والنعم، من خلال النظر في الكون، من خلال التدبر لآيات الله، فأنت دائما كلما استطعت أن تتعرف على الله كان رجاؤك أكثر. صحيح. أعطيك نموذج بسيط. أحيانا تتدبر وتتفكر في معنى الرحمن، صفة الرحمة. يعني أحيانا أتأمل فيها لدرجة أني أخشى أن أكون أن الله أكون أمنت مثلا من الخوف.
من كثرة هذه الصفة ما غالبة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن الرحيم، وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الرحمن على العرش استوى، الرحمن الرحيم. فهذه الصفة العظيمة تكاد لا توجد صفة لله عز وجل أوسع من هذه الصفة. ولما كانت أوسع الصفات ارتبطت بها مسألة عرش الرحمن الذي هو أعظم المخلوقات. العرش والكرسي أعظم المخلوقات. فانظر، هذه صفة واحدة واسعة وشاملة، ثم تدبرها في تفاصيلها. تدبر الرحمة في عالم الحيوان، تدبر الرحمة في عالم الإنسان، تدبر الرحمة في عالم الملكوت والكون. ثم اذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى أن هذه الصفة أنقلها إلى الآخرة، الجنة وما فيها من نعيم. فكلما اتسعت عندك هذه واحدة. الرحمة مثلا، صفة المغفرة، إذا تدبرت صفة أن الله غفور رحيم، يا الله، يعني غفور رحيم مرتبطة مع الرحمة، يغفر الذنوب، يستر العيوب. فكلما تدبرت في أسمائه جل جلاله ازدادت عندك مساحات الرجاء، وخفتت عندك مساحات اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أعظم ما يعيننا على الرجاء هو أن نعرف الله. ما هو الله؟ ما هو الله؟ السؤال عن الله، من هو الله؟ من هو الله؟ فإذا قلنا بأن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرك. نعم. فلما تتأمل في هذه الأسماء وهذه الصفات، ثم تربط هذه الأسماء وهذه الصفات بمظاهرها، لأنه يقال لا يوجد اسم لله عاطل، هذه قاعدة. يعني كل الأسماء الحسنى يقولون عاملة، لها يعني واقع، لها واقع. إذن انظر إلى تجليات هذه الأسماء. فلما أقول الله له تجلي في عالم الخلق، لما أقول الرب له تجلي في عالم الخلق، لما أقول الخالق له تجلي في عالم الخلق، الباري المصور. ثم لاحظ لما تجي إلى الجبار لها ثنائية مزدوجة، الجبار قاسم الجبارين، والجبار جبر كسور المنكسرين، بين القوة والضعف. يعني انظر كيف يعالج في توازن. فالله سبحانه وتعالى إذا نظرنا في هذه القضايا وتجلياتها في الحياة، سبحان الله ازدادت مساحات الرجاء. وهنا الذي أقصده الرجاء المؤدي بنا إلى العمل، الرجاء الذي يؤدي بنا إلى إن والله وليس العكس. ليس العكس. يعني نحن نرجو الله، سنعمل، سنجتهد. لماذا سنجتهد؟ لأن هذه الصفات وهذه الأسماء العظيمة لها تجليات عظيمة في الآخرة. فالله ودود، الله رحيم، الله. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى في الاتجاه الآخر من جانب أن نحقق التوازن سيقول لك إن ربي يعني غفور رحيم وشديد العقاب. شديد العقاب. إذن هذه النقطة الأولى اللي هي العامل الأول، وهو ذكر أسماء الله، ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، استحضار تجليات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ننتقل إلى النعم السالفة في الإنسان. ينظر الإنسان إلى الوراء قليلا، إذا كان عمره 20 سنة ينظر إلى نعم الله عليه في 20 سنة. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك وسعها بعد كده. يعني كل إنسان له ألم يجدك. ألم يجدك ضائقا فأعنتك، مكسورا فجبرتك، مريضا فشفيتك، فقيرا فأغنيتك. فاستحضر نعم الله عليك. هذا الاستحضار لنعم الله سبحانه وتعالى يزيد الإنسان الرجاء. لذلك سبحان الله، كما أنك تستحضر نعم الله تستحضر أيضا قصورك، فيحملك ذلك على الرجاء أنت. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث سماه العلماء سيد الاستغفار: أبوء بنعمتك علي إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت معترف بالنعمة التي لا تحصى. يعني مثال بسيط، نحن قبل فترة مثلا حصلت لنا حالة مريض يحتاج مثلا إلى أنه والله في كل يومين يحتاج إلى غسيل في الدم. لا إله إلا الله. الغسلة الواحدة $1000 مثلا. تصور، أقول سبحان الله، هذا تعمل فيه كبد تقوم بهذه الوظيفة. لو أن الله قال والله في كل هنا تدفعون مبلغ في النفس مبلغ تصور هذا ثم هذا القلب الذي يعمل
هذه المضخة بلا مستمرة بلا كلل 60 70 80 100. شيخ القرضاوي عليه رحمة الله من هذا المنبر نعزي أمة الإسلام ونعزي أسرة الشيخ، يعني ارتحل وعمره يعني 96 سنة، تبارك الله وبارك الله في عمره، يعمل القلب هذه السنوات كلها. فلو استحضرنا فقط هذه النعم الكبرى، أنا أقول ليست النعم الخفيفة الصغيرة التي لا نراها أحيانا، لا نستشعر إلا إذا فقدناها، النعم الجوهرية، هذه النعم الكبيرة، نعم الحياة، نعم الإيجاد، أن الله أوجدك نعمة، أن الله أعدك نعمة عقلا وجسدا وأعدك بكل الجوانب لتستقبل الحياة، ثم أمدك أنت في إمداد مستمر، إمداد الله لا يتوقف ما دمت حيا، فهو يمدك. إذا أوجدك وأعدك وأمدك، وفي كل هذه الثلاث عندك محطات شكر، محطات نعم. معية الله موجودة في معية الله موجودة وحاضرة. فالذي يستحضر سبحان الله هذه النعم تزداد عنده مساحات الرجاء. سبحان الله. فإذا يقول الله هذا الذي أعطاني بلا سؤال، كيف يحرمني وأنا أسأله؟ جل جلاله، كيف يحرمني وأنا أسأله؟ أيضا من الأشياء اللي تحتاج حقيقة إلى، إذا كانت هذه مسألة، نستحضر كذلك كحالة ثالثة إخبار الله ووعده لنا بأن أصحاب الأعمال الطيبة والخيرة سأجزيهم الجزاء الأوفى. ووعد الله لا يتخلف، وعد الله لا يتخلف، الله لا يخلف الميعاد. فالله عز وجل الذي نثق به ونرجوه قال لنا والله من عمل صالحا أجزيه خيرا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة. إذا قال لنا والله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الجنان، فنرجو جنة الله ونرجو مغفرة الله ونرجو يعني سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا أيضا العامل الثالث. العامل الأول قلنا أسماء الله وصفاته والتفكر في مظاهر ذلك. الحالة الثانية تفكر في النعم التي أنعم الله بها عليك. المسألة الثالثة استحضار وعد الله سبحانه وتعالى بالجزاء الحسن لمن يعني عمل عملا طيب. الأخيرة العامل الرابع أنا ذكرته ضمن الأول، وهو استحضار سعة الله، سعة رحمة الله لا حدود لها، إن رحمتي وسعت كل شيء. فلما يستحضر الإنسان سبحان الله هذا المعنى العظيم، وسعت كل شيء، فكأنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة. كل، شوف هذه العمومية، إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن أنت بالخيار بين أن تكون من كل هذه الواسعة التي لا تضيق بالناس، بل بالعكس كما قلت يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فهذه السعة لرحمة الله سبحانه وتعالى تجعلنا أيضا نستحضر إن شاء الله هذا الموضوع. أيضا من الأشياء اللي ممكن إن شاء الله تعيننا على هذا الأمر التدارس المستمر لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمدارسة تفيد دائما العلم وترفع عن الإنسان الجهل، وبالتالي العالم في عالم الرجاء ليس كالجاهل، فالعالم تجده أوسع رجاء من الجاهل. فهذه أيضا من الأشياء التي تعيننا على موضوع الرجاء النظر في سير السلف من السابقين، كيف كانت أحوالهم، كيف كانت أحوالهم كذا. ثم أيضا يمكن أن نقول أيضا النظر في السوابق المؤلمة سواء لك أو لغيرك، كيف تجاوزها الناس. كثير من الناس سبحان الله يستفيدون من هذه القصص التي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان. فنحن السير في الأرض ننظر في الأنفس وفي الآفاق، ننظر في الأنفس وفي الآفاق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فتجد أنه أحيانا تستفيد من قصة بسيطة يحكيها لك شخص فيفتح الله لك باب الرجاء من حيث لا تعلم. ونحن حقيقة في هذا الموضوع محتاجين جدا سبحان الله. كثير من الناس تجده مكتئب يائس محبط، فيتصل على شخص فيحكي له قصة فيها رجاء، فيقول سبحان الله إذا كان الأمر كذلك وليش أنا أيضا ما أكون زيه ما أكون مثله. يعني مثلا فلما كلما دخل زكريا المحراب على مريم عليه السلام
وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال هنالك دعا زكريا ربه. هل زكريا كان هو زكريا نبي؟ كانت غايبة عنه الفكرة مثلا؟ ما غائب عنه، لكن يقولون التجربة تفيد اليقين. صحيح. فلما رأى إنه والله مريم آتاها الله، كيف جاكي وانت موجودة في بيتك؟ طيب إذن هنالك دعا بس لأمر أعظم وأهم. هنالك دعا زكريا ربه. ماذا دعا؟ يريد ابن، وهو قد بلغ عتية، بلغ عتية وامرأته عاقر، ومع ذلك دعا الله ما رد خايب، وما رده الله سبحانه وتعالى خايب. هذه المسائل أيضا من الأشياء التي تفيد لما يعني ينظر المريض إلى قصة أيوب، وينظر العقيم والعاقل إلى قصة إبراهيم وزكريا، وينظر كذلك يونس عليه السلام. يعني كل واحد له بلوى وله إشكالات وله قضايا. فلا يبدأ الإنسان سبحان الله يقول يا من سخرت البحر لموسى وألنت الحديد لداود وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم وكشفت الكرب عن أيوب، اقضي لي كذا. أنت الآن أمامك فسحة كبيرة جدا، وتبدأ تلج هذا الباب وأنت واثق في أن الله يقضي لك حاجتك، أن الله يقضي لك حاجة. وبالتالي نحن سبحان الله بحسب حسن ظننا بالله، إن كان ظننا بالله يعني طيب فأمورنا ستكون إن شاء الله إلى خير. ما ظنكم برب العالمين؟ نعم، هذه تقريبا النقاط اللي ممكن إن شاء الله تعيننا على الرجاء. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، بإذن الله بعد فاصل قصير بإذن الله نناقش موضوع أو نقاط ثمرات الرجاء وأنواع الرجاء بإذن الله. فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون في حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا، ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طيبين. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية:
الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم من جديد بعد فاصل قصير. نجدد الترحيب بكم شيخنا في هذا البرنامج، حياكم الله. أهلا وسهلا، مرحبا. شيخنا، بطبيعة المسلم في غالب حياته يدور بين الذنب ويرجو غفرانه، وبين العيب ويرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله. فخلينا نتعمق في الموضوع شيخنا، ونبدأ بالسؤال مهم جدا وهو ثمرات الرجاء. على كل، سبحان الله، كل طاعة وكل مقام له ثمرة يرجوها الإنسان سواء في دنياه أو في آخرته. فمثلا من أطاع الله في دنياه إجمالا يرجو أن يعيش في هذه الدنيا حياة طيبة، ويرجو أن يعيش كذلك في الآخرة الحياة الأبدية السعيدة. هذه بطبيعة الحال يعني كل الأعمال تقريبا تتجه لهذا الاتجاه. فبالنسبة لما نحن فيه الآن من قضية الرجاء وثمرة الرجاء، أعظم ثمرة من الثمرات التي يعني يرجوها الإنسان أو تحدو الإنسان وهو يعني يسعى في هذا السبيل وفي هذا الدرب، أنه يحرص على العبادات. من كان يرجو الله، يرجو الدار الآخرة، يرجو الجنة، فلن تجده كسولا، تجده دائما نشطا، دائما تواقا، دائما مقداما على طاعة الله سبحانه وتعالى، خلافا للمتمني أو صاحب التمني. وليس صاحب الرجاء أنه يسعى ويجتهد، مثل ما هو صاحب الرجاء الدنيوي يجتهد في تجارته، يجتهد في زراعته، صحيح، يجتهد في أعماله. فتجد أن الرجاء يورث الحرص على التعبد والحرص على المواظبة المستمرة دون انقطاع. هذه أهم ثمرة من ثمرات الرجاء. الثمرة الثانية أنه يتلذذ بعبادته. من كان، وهذا طبعا مقام عظيم، مقام التلذذ. يعني سبحان الله، يقولون كل عمل صالح له لذة يمر بمرحلتين. يمر بالمرحلة الأولى، هي مرحلة الشدة والتعب ومكابدة النفس لأنك ستخرجها عن مألوفاتها. المرحلة الثانية مرحلة التلذذ بالعبادة. يعني مثلا كان بعض السلف يقول: والله اجتهدت في نفسي 40 سنة في الصلاة ثم تلذذت بها 20 سنة. 40 سنة؟ أي هو يكابد نفسه 40 سنة. أنا 40 سنة هذه عبارة عن زي ما تقول يعني إدخال لهذه النفس في معمل الصفاء والإصلاح، وإخراجها من كل ما يشغلها والشواغل كثيرة بطبيعة الحال. فإذا خرج من هذه الشواغل وهذه الشوائب وهذه الإشكال التي تشغله عن الله سبحانه وتعالى، ووجد نفسه هؤلاء كأنما بلغوا بها مرتبة الإحسان، هو أن تعبد الله كأنك تراه. هنا اللذة، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، وصلت بعملك إلى مرتبة اللذة، وهي لذة التعبد. تكون سبحان الله من يرجو الله ويرجو الدار الآخرة لا يشعر بالتعب ولا يشعر بما يصاحب العبادات والأعمال من جهاد. لماذا؟ لأنه يشعر بأن هنالك ما عند الله أعظم بكثير سينسيه. مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أتي بأتعس رجل في الدنيا، أتعس رجل كابد الحياة ومشاقه، ثم غمس غمسة في الجنة، ثم أخرج قيل له: هل مر عليك بؤس قط؟ قال: لا والله ما رأيت بؤسا قط. وحياته كانت كلها شقاء، حياته كلها نكد. فهذا الرجاء، هذا الرجاء الأخروي، الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، في مغفرة الله، في رضوان الله، في جنة الله، في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى.
هذه اللذة التي لا تعدلها لذة. وما عند الله خير وأبقى. الرجاء من ثمراته هذه اللذة، هذه اللذة التي يستشعرها العارفون بالله في دنياهم، يستشعرونها في دنياهم. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من لذة التعبد ولذة العلم، لجالدونا عليه بالسيوف. فهم يشعرون لذة مختلفة تماما وشعور آخر. فكما أن لأهل الملك لذتهم، ولأهل المال لذتهم، ولأهل الجاه لذتهم، ولأهل الشهرة لذتهم، فإن لأهل الإيمان لذتهم، ولكن لذة مختلفة، لذة مختلفة هم يشعرون فيها حتى لو قطعوا إربا إربا فإنهم يشعرون بأن يهون ذلك في سبيل الله. فمثلا عندما تجد مجاهد، شخص يريد أن يرمى أو يريد أن يقتل، ويقال له: أترضى أنك تنجو ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانك؟ يقول: والله لا أرضى أن يشاك رسول الله شوكة وأنا موجود. لماذا؟ لأنه يدرك لذته، يدرك ما أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجاهدين. وهكذا على كل شخص يراد أن يقتل يقول له: لو فعلت كذا، يقول: والله لا، أنا أبكي لأني أشعر بأن نفسي واحدة وأتمنى أن تكون لي 100 نفس، كل واحدة يحصل لها نفس هذا الذي تفعلون ولا أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان، في الله مصرعي وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك في أوزاع شلو ممزق. فالشاهد بأن الثمرات التي من الثمرات التي نشعرها لذة التعبد. أيضا من الأشياء التي في الرجاء، يقولون الرجاء هو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، باختصار كما يعنونها ابن القيم عليه رحمة الله. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح هو الرجاء بالتحديد. الرجاء يحدو الإنسان إلى تلك الديار. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فنحن نرجو لقاء الله ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا. هذا الرجاء أيضا من الأشياء التي تحدو الإنسان وتشده نحو الآخرة. أيضا الرجاء يظهر فقد العبد لربه. لماذا؟ لأن اللحظة التي أنت تقع في الذنب ترجو أن يغفر الله لك، واللحظة التي تعمل العمل الصالح ترجو أن الله يتقبله منك. فأنت ما بين سؤال القبول وسؤال المغفرة. ويقولون هذا قمة استظهار العبودية، أن يكون الإنسان بين طاعة يرجو الله أن يتقبلها ومعصية يسأل الله أن يغفرها. فهذه الحالة من ثمراتها أنك تدخلك في دوائر التعبد بمساحات واسعة وكبيرة جدا. فهذه مهمة جدا وثمرة من الثمرات. أيضا الذي يرجو الله الذي يرجو الله من ثمار ذلك أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. تجده دائما يدعو الله بالقبول ويدعو الله بالمغفرة. فلسانه دائما يلهج بذكر الله. اللهم تقبل واغفر، اللهم تقبل، اللهم كذا، اللهم اغفر لي. فتجده لسانه يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. فإن فعل ذلك حقق ثمرة أخرى، وهو خرج من غضب الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. عشان كده الله قال يعني: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فمن تكبر عن سؤال الله وتكبر عن اللجوء إلى الله وتكبر عن الانكسار بين يدي الله فإن ذلك يمقته الله. فنحن سبحان الله بالرجاء أيضا محتاجين إلى أن ننجو من خلال الدعاء الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبله، ننجو من غضب الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرة الرجاء كما ذكرت في الأسئلة السابقة التدبر والتأمل والتفكر في أسماء الله وصفاته. واسع الإنسان الذي يرجو الله يتوسع في هذا الأمر، تدبر أسماء الله اسما اسما وينظر ما فيه. أيضا حصول المقصود، وذلك بحسن الظن بالله الذي يرجو الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الرجاء أن الله يحقق لك المقصود، سواء كان هذا المقصود دنيويا أو كان مقصودا أخرويا. هذا ثمرة من ثمرات الرجاء. اليائس والعياذ بالله لا يتحقق له ذلك. الذي قنط من رحمة الله، يئس من رحمة الله، لا يحقق مقصوده.
تجده دائما منكسر، دائما مهزوم، دائما لا يجتهد. وهو القائل ولا تقنطوا من رحمة ولا الله. تقنطوا من رحمة الله، يقول لك اجتهد واعمل وأنا سأنصرك وأنا سأقف معك. لا، هو مش مستعد أصلا. إذا نحن من خلال الرجاء نرجو ثمرة إنجاز الأعمال. فالذي زرع وانتظر من الله الغيث وانتظر من الله الزرع اللي هو ما يحدث، هو حرث ويرجو من الله الزرع، الحصاد، الزرع الذي هو العمليات الداخلية، الإنبات، بعد فترة سيحصل له مقصوده ويفرح بهذا المقصود. فإذا تحقق له مقصوده ازداد ثمرة أخرى، وهو تعلق قلبه بالله وأحب الله. لأن من يتحقق له مقصوده ممن كان يرجوه، مثلا أنت ولله المثل الأعلى ترجو من شخص أن يعطيك دينا، فإذا وجدته بكل يسر أعطاك الدين ازداد عندك حبا ومكانة. فما بالك ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يوميا يمن علينا بالخيرات، نشعر أو لا نشعر. أحيانا فعلا ندركها ونلاحظها ونشاهدها، خرجنا من المآزق، خرجنا من المشكلات، خرجنا من كذا، ومع ذلك بعض الناس للأسف يغفل. لكن هذه الأمور سبحان الله الذاكرين يزدادون بها محبة لله. فالرجاء من ثمراته أنك تزداد حبا لله، تزداد حبا لله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الإنسان الله سبحانه وتعالى بعد أن تحقق له ما يريد شكر الله. فكان من ثمرات الرجاء الشكر، أن الذي يرجو الله سبحانه يشكر الله كثيرا، وقليل من عبادي الشكر. طبعا صفة الشكر هذه ومراتبها وأحوالها قصة طويلة جدا، لكن على كل من ثمرات الرجاء أن للإنسان، ومن ثمراتها أخيرا دوام الذكر الله سبحانه وتعالى. الذي يرجو الله وتحقق فيه هذا المقام لا يتوقف لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا، فتجد أن الذكر المستمر من ثمراته أيضا هذه. والموضوع حقيقة طول، يعني موضوع الثمرات بالنسبة للإنسان الذي يعني يتدبره ويتفكر فيه، فإن ثمراته كبيرة وكثيرة جدا. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بعد ما تكلمنا عن العوامل والثمرات، خلينا نتطرق شيخنا عن أنواع الرجاء، وكيف الواحد يعرف يعني هل هو من النوع هذا والنوع هذا والنوع هذا في أنواع الرجاء. نعم، الرجاء جملة بحسنه وغيره يقسم إلى 3 أقسام أو 3 أنواع. 2 محمودان، والواحد هو الذي ربما تحدثنا عنه، هو المذموم. النوع المذموم هو من يتمادى في الذنوب والمعاصي والتكاسل عن العمل دون أن يجتهد ويسعى ويبذل ويرجو بعد ذلك الله سبحانه وتعالى. لا، هذا متمني. صاحبنا هذا يتمنى على الله الأماني. تقول له يا أخي تحرك في حياتك حتى تحسن من أوضاعك، لا يتحرك. تقول له يا أخي هذا الأمر يحتاج منك إلى تعلم فادخل فتعلم، ولا يتعلم، ويريد مع ذلك أن يكون ما شاء الله فقيه عصره ووحيد زمانه. هذا مستحيل. فهذا النوع المذموم. على كل هذا النوع من الرجاء وإن سميناه رجاء لكن في حقيقته تمني، فهذا نوع على كل مذموم. وأما النوعان الآخران المحمودان، فالرجاء الأول هو رجاء يعني ثواب العمل الصالح. كل العاملين للخير نهايتهم ماذا يرجون؟ يرجون أن الله يتقبل منهم ويجزيهم عن أعمالهم خيرا. القبول والرفعة، قبول والرفعة والدرجة والمقام عند الله سبحانه، هذا رجاؤهم. فهذا نوع محمود، أن تعمل العمل ثم ترجو من الله أن يتقبله، فهذا رجاء رجاء محمود، ليس رجاء مذموم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا الشخص عمل العمل الصالح وآمن بالله وحقق المطلوب الشرعي، فيرجو بعد ذلك رحمة الله. ما عند الله. إن الذين آمنوا، آية البقرة، إن الذين آمنوا وهاجروا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قال أولئك يرجون رحمة الله. فهؤلاء ينتظرون على كل ما عند الله، ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع محمود اللي هو انتظار الثواب، رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني يقابل هذا الموضوع، وهو أن هذا الرجاء يتعلق بالمذنبين.
الذين أذنبوا، الذين عصوا الله سبحانه وتعالى، أو ربما ذهبوا بعيدا أسرفوا في العمل، ثم تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله واستجابوا لنداء الله الذي يقول الله فيه سبحانه وتعالى: وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله عز وجل قال لهم: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول. لا إله إلا الله. فمسألة هذا الصنف ماذا يرجو؟ هذا الذي ينظر إلى الوراء. شوف النوع الأول ينظر إلى الأمام، يعني في الرجاء عند النظر إلى الأمام في المستقبل أن يتقبل الله كل ما فعل. طيب في الماضي ماذا نرجو؟ الغفران. نرجو الغفران. ننظر إلى الوراء فننظر إلى آثامنا ومعاصينا وذنوبنا وتمردنا على الله سبحانه وشرودنا إلى غير ذلك، ثم نقول: يا رب هذه الصفحات السوداء اجعلها لي صفحة بيضاء. فيبدأ سبحان الله يقبل على الله سبحانه وتعالى وزدني بها رفعة. بقدر إقباله على الله يأتي التبديل من الله. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتبديل السيئات بالحسنات هذه أيضا نعمة من النعم التي يرجوها هؤلاء. فيرجو تكفير الذنوب ويرجو تبديل السيئات وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى حسنات، ويرجو أن يسلموا على ما كانوا أسلفوا من أعمال خيرة، كما قال النبي: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني كل صحيح. الأعمال الخيرة التي عملتها من غير إيمان فلما تؤمن يحولها الله إلى أعمال مقبولة، وهي أعمال خيرة كانت موجودة، رصيد. هذا الرصيد كله يحال. فالإنسان الذي عمل خيرا يرجو في المستقبل أن يتقبله الله، والذي عمل سوءا يرجو من الله فيما مضى أن يغفر الله له ويتجاوز عنه ويتقبله قبولا حسنا. فهذا الرجاء أيضا رجاء محمودا. إذن عندنا النوع الأول، النوع الذي يتطلع نحو المستقبل، إنجاز التعبير، رجاء المستقبل في قبول الأعمال الصالحة، ورجاء الماضي في كفران أو تغفير الأعمال السيئة والذنوب. والنوع الثالث هو المذموم، هو من يرجو وهو لا يعمل، وهو كسلان متكاسل. فهذه تقريبا أنواع الرجاء التي يعني يمكن أن ندرج فيها إن شاء الله هذا المفهوم. بارك الله فيك شيخنا. جزئية مهمة جدا شيخنا، أو سؤال ممكن أن نختم به الحلقة بعد الحديث عن العوامل والثمرات والأنواع. خلينا نتكلم شيخنا عن الدرجات، درجات الرجاء. نعم، وسبحان الله كل مقام من المقامات له درجات، على كل تزيد وتنقص. فمن الناس يقسمها إلى مقام الإسلام والإيمان والإحسان، ومنهم من يزيد عليها على كل. فإذا جئنا مثلا إلى موضوع الرجاء أيضا تكلم فيه العلماء فقالوا: والله يا أخي الرجاء يقسم إلى ثلاث. هنالك رجاء العاملين المجتهدين الذين يحملهم رجاؤهم على مزيد من العبادة ومزيد من الاجتهاد ومزيد من الاستمرار ومزيد من اللذة فيما هم فيه من تعب. يعني هذه المرحلة الأولى، هو كيف أن الرجاء يحملك، هذه درجة من درجة، أن الرجاء يحملك على الاجتهاد، يحملك على السعي، لا يحملك على التكاسل. هذه معنى أخرجك من دائرة التمني إلى دائرة العمل. دائرة العمل. هذه المرتبة الأولى، وهذه مرتبة ليست سهلة بطبيعة الحال، ليست سهلة إنه الإنسان يجتهد في الأعمال ويواظب وكذا، ليست سهلة، تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى اجتهاد ومجاهدة طبيعة الحال. النوع الثاني من الرجاء هو رجاء المجاهدين والمكابدين لتحويل معهوداتهم ومألوفاتهم وعوائدهم التي كانوا عليها إلى عوائد أفضل وعوائد خيرة. وهذه طبعا مرحلة صعبة جدا، اللي هو التخلي عن العادات، لأن العادة يعني كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري يقول الخواطر والأفكار. هذه المرتبة الأولى في المنزل الأول، خاطرة ثم فكرة ثم تتحول إلى تصورات، التصورات تتحول إلى إرادات، الإرادات تتحول إلى أفعال، من إرادة قلبية إلى عمل. قال ثم العمل إذا تكرر صار عادة. إذا نحن لاحظ أنت بدأت بخاطرة ومرت هذه الخاطرة بأفكار من الذرة أيوه، ثم وصلت إلى مرتبة عمل، ثم هذا العمل قد يكون عملته مرة واحدة فهو عمل لم يتحول إلى عادة، وقد يتحول إلى سلوك وعمل يومي ترسخ عندك.
بعض الناس ترسخ عندهم المخالطة، صحيح. لا يستطيع إلا أن يجلس 6-7 ساعات مع أصحابه، والرجاء يتطلب منه التخفيف وتغيير هذه العادة إلى شيء آخر. يخفف من 6 ساعات، خليها ساعة في اليوم والباقي أكسبه لإيه؟ الله والدار الآخرة. فتحويل المألوفة، مثلا ينام بعضهم ينام 9 ساعات، طيب ما رأيك لو نمت 6 ساعات وكسبت أيضا إيه؟ 3 ساعات. هذه مرتبة ليس سهل، مرتبة التغيير الروتين اليومي، تغيير العوائد اليومية من مؤانسة ومخالطة واحتكاك بالناس وطبيعة عمل وسيستم في المآكل والمشارب وسيستم في الطلوع والنزول. هذه كلها عوائد كيف تحولها، لأنك ترجو الآن، ترجو الله والدار الآخرة. هذه مرتبة أيضا أو مقام، درجة من الدرجات أعلى من الدرجة الأولى. المرتبة الثالثة وهي مرتبة العارفين، مرتبة المجاهدين، مرتبة الصديقين، مرتبة الأنبياء، وهو الدرجة التي يبلغون بها الشوق إلى لقاء الله. هؤلاء تجاوزوا مرحلة التعب وشعورهم بالمتاعب، وصلوا إلى القمة. لا، هذه كلها تجاوزوها إلى أن قالوا من بلغ هذه الدرجة كثير الاضطراب في الدنيا، بمعنى أنه حالته ما مستقرة، كأنما شخص لا يعيش في المكان الذي ينبغي أن يعيش فيه. لا، صحيح. يعني شخص زي شخص حابسه أنت أسير. فهذا سبحان الله الذي بلغ مرحلة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هؤلاء المشتاقون إلى الله، المشتاقون إلى لقاء الله، يعملون العمل سبحان الله لا يشعرون فيه بتعب ولا يشعرون فيه بكلفة ولا يشعرون بأن المسألة أخذت من، لا، هم يشعرون بأن كل ذلك يهون لأنهم هم يرجون إيه؟ لقاء الله سبحانه وتعالى. يحسوا بلذة أصلا شيخنا. طبعا هم دخلوا في مرحلة اللذة وعدوها يعني. فهؤلاء سبحان الله الشوق إلى لقاء الله والشوق إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، هذه طبعا مرتبة كبيرة جدا وهي أعلى الدرجات. وهنا قالوا هنا حقيقة لذة، هنا يقولون محض الإيمان وحقيقته، هذا محض الإيمان وزبدته وحقيقته، هو أن يبلغ العبد بعبادته إلى الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا تأتي قضية أن الإنسان إذا أقبلت عليه الموت أو استحضر تجده يعني يرضى بلقاء الله ولا ينزعج من ذلك ويحب لقاء الله، كما جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإذا انكشف له في القبر روضة من رياض الجنة قال اللهم رب أقم الساعة رب أقم الساعة، فتظل حالة التوقان إلى لقاء الله مستمرة عندهم لا تنتهي حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ويدخل إلى الجنة، وعلى كل هو في حالة شوق مستمر. بارك الله في شيخنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، شاكرين لكم حسن المشاهدة والاستماع. جملة ختام كما قال الشاعر: لنا بالله آمان وسلوى وعند الله ما خاب الرجاء. oh, oh, oh.